ما تيجي اقول لك على شوية اخبار للنادي الاهلي، انما ايه هيبسطوك. بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. بعد الاداء الاستثنائي للرسام وسام ابو علي انهالت عليه العروض من كل حته يا برنس، ولكن النادي الاهلي قولا واحدا علق يافطه كده فوق وسام ابو علي وكتب عليها ليس للبيع يا غالي. وسام ابو علي مستمر السنه دي على الاقل مع النادي الاهلي، خصوصا ان في الفتره دي مش هتقدر تجيب مهاجم بنفس الكواليتي بتاع الرسام وسام ابو علي. بعد الاداء الاستثنائي برضو لمالك نص ملعب النادي الاهلي مروان عطية، تم الاتفاق رسميا بين الاهلي ومروان عطية على تعديل وتمديد العقد الخاص بيه علشان ينتهي بدل 2027 يبقى 2029. كمان في العقد ده مروان عطية هيحصل على المبلغ المالي اللي بيتناسب مع امكانياته ومع قدراته